أهلا بيكم في برنامج بيت مدد. النهاردة هنتكلم عن الإسلام بس بالعلم. الموضوع بتاع الحلقة دهيت عن الصلاة. تمام. أم، إيه الفكرة في الصلاة في الإسلام بالذات بالعلم؟ في كذا نقطة في الصلاة. أول حاجة، ليه الصلوات خمسة؟ فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء. في الموسم الأول والموسم الثالث بالذات أنا شرح باستفاضة عن العلم بتاع الميكروبايوتكس. تمام. فاحنا فهمنا إن في العناصر الخمسة: المية والشجر والنار والتربة والمعدن. فالعناصر الخمسة دول متصلين بخمس مواقيت في اليوم. فاحنا لما بنصلي 5 مرات في اليوم احنا بنقوي العناصر الخمسة بما فيهم الأعضاء اللي متصلة بكل عنصر من العناصر دهيت. راجعوا السيزونز اللي فاتت عشان تفهموا بالتفاصيل موضوع العلم بتاع العناصر الخمسة. بس دي أول نقطة في الإسلام، اللي هو ليه احنا بنصلي 5 مرات، لأن هي ريليتد بالعناصر الخمسة، ودي متصلة بأعضاء جسمنا كل حاجة في الكون ليها علاقة بعنصر من العناصر الخمسة دول. الفصول خمسة، هتقولي لا الفصول أربعة، أكشلي الفصول خمسة. في بلدان فيها الفصل الخامس اللي هو اسمه مونسون أو الليت سمر، اللي هو الدنيا بتشتي في الصيف. فالعناصر خمسة، موقيت اليوم خمسة، الحواس خمسة. خلاص النقطة دي خلصت. تاني نقطة، ليه في الإسلام الرجالة بتصلي جماعة في الجامع؟ في الماكروبايوتكس من ضمن القوانين بتاعة الماكروبايوتكس إنه ربنا خلق من كل شيء ذكر وأنثى. فطاقة الذكر بتنجذب لطاقة الأنثى، وطاقة الأنثى بتنجذب لطاقة الذكر، والذكر الصغير بينجذب للذكر الكبير، والأنثى الصغيرة بتنجذب للأنثى الكبيرة. والذكر بينفر من الذكر، والأنثى بتنفر من الأنثى. والذكر لما بيوصل لقمة التطرف بتاعه بيقلب أنثى، والأنثى لما بتوصل لقمة التطرف بتاعها بتقلب ذكر. فالرجاله لما بتروح تصلي جماعه في الجامع، والرجاله ما ينفعش يتخلطوا على الستات في المسجد. ليه؟ لان طاقه في الجامع، طاقه ذكر جنب طاقه ذكر جنب طاقه ذكر، ذكر 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 ذكر، طاقه ذكر تبقى قويه جدا، فتتحول من طاقه الذكر تبقى متطرفه فتقلب انثى، فطاقه انثى طاقه صعود، طاقه روحانيات. فالناس لما تروح تصلي في الجامع الطاقه بتاعتهم بتبقى جامده 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 جامده، وبعدين تقلب انثى في العكس، فتبقى روحانيات، فيتصلوا بربنا ودعوتهم تستجاب والكلام ده. تمام. دي نقطة الصلاة في الجامع. في نقطة آم، ليه بنقرا سورة الفاتحة في بداية كل ركعة؟ سورة الفاتحة لما نزلت هي نزلت متصلة، يعني الآيات كلها نزلت على بعضيها، مش متقسمة. وبسم الله الرحمن الرحيم على فكرة هي آية في حد ذاتها. تمام. هي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تمام. 7 آيات. برضه لما هنراجع السيزون الاولاني والسيزون الثالث ونفهم الميكروبايت خلاص، يعني سبوزد الحلقات دي معموله للي اوريدي اتفرج على الحلقات دي وفهم اساسيات العلم بتاع الميكروبايوتكس. تمام. فال7 ايات دولت متصلين ب7 مقامات في الجسم، اللي هم التشاكراز، اللي هم عناصر مراكز الطاقه اللي في الجسم، برضو مشروحين باستفاضه. مش هتكلم كتير في الموضوع ده. هو التشاكراز اللي هي مراكز الطاقه في الجسم. تمام. متصلين ب7 اجسام. احنا ده اول جسم، في 7 اجسام تانيين لغايه الجسم السابع ده متصل بربنا. تمام. فسوره الفاتحه الايات بتاعتها والملافظ الالفاظ بتاعتها والذبذبات بتاعت الحروف بتاعتها طاقه انكماش، طاقه ذكر. فهي بتجذب الطاقه من الجسم السابع من ربنا، وبتنزل السادس خامس رابع ثالث تاني لغايه الجسم ده. فهي بتوحد الطاقه دي لان طاقه انكماش قوي جدا، وبتغسل او بتجمع الطاقات من الشاكرا اللي من السبعه، نازل 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 لغايه لما بتوحد السبعه، بتنظف ال7 شاكرات وبتوحد ال7 اجسام. فاحنا لما بنقرا سوره الفاتحه احنا بنقرا بالايات ده، الايات دهيت بتقوي الشاكراز دول، وبتجمع طاقه الذكر في ال7 اجسام دول. تمام. طيب، ايه فايده التسبيحات اللي هو سبحانك ربي الاعلى، سبحانك ربي الاعلى، سبحانك ربي العظيم، الحاجات ديت؟ لان طاقه لو الصلاه بس بسوره الفاتحه هتبقى طاقه الذكر بتاعتها قويه جدا، مش هتبقى متوازنه. فسيدنا محمد حط التسبيحات بحيث انها توازن طاقه الذكر بتاع سوره الفاتحه، لان التسبيحات طاقه انثى شويه، طاقه انفلاش شويه. فزي الطبخه كده، ان انت بتحط شويه حاجات ذكر شويه حاجات انثى عشان خير الامور الوسط، تبقى الصلاه متوازنه. فالبني ادم لما بيخلص صلاه تبقى المسارات بتاعته فتحت وبتبقى متوازنه. تمام.
ليه برضو السجود والركوع بالشكل دهوت؟ لان ده رمز انت لو شفنا البني ادم وهو بيقرا الفاتحه واقف، وبعدين بيركع، وبعدين بيسجد. لو بصيت على المنظر الحركه ده كأن كلمه ادم الف د م، دي دلاله على البشريه، ان احنا الحيوان الوحيد اللي يقدر يعمل الحركات دي. فدي حاجه مخصوصه احنا لينا البني ادمين، ان احنا نقدر نصلي بالشكل ده. تمام. ف بس والايه والسوره الصغيره اللي بتتقرا مع سوره الفاتحه برضو نفس الكلام، عشان توازن شويه الطاقه بتاعت الذكر، ان هي تخليها انثى شويه. تمام. فهي الموضوع يعني الدين في حاجه اسمها شريعه، وفي حاجه اسمها طريقه، وفي حاجه اسمها حقيقه. تمام. الشريعه هي الطقوس، الصلاه، صوم، ذكر، عبادات، حج، الكلام، صدقه، الكلام ده، دي الشريعه. الشريعه دي بتاخدنا للطريقه. الطريقه خلق الله طرق بعدد ما خلق من خلق، يعني كل واحد ليه طريقه من خلالها بيوصل لربنا. الحقيقه دي اللي في النص دي حقيقه، دي يعني دي واحده. لو دخلت من اي طريق، من اي حته، هتوصل للحقيقه، هي نفس الحقيقه. وفي الاسلام ربنا قال امن الرسول بما انزل اليه من ملائكته وكتبه ورسله، انه كل الاديان بتتكلم في نفس الحقيقه. تمام. مش هتفرق بقى انت داخلها من انه دين، بس الفكره ان هل في تحريف؟ ممكن يكون حصل تحريف. هل ممكن يكون حصل ميس انتربريتيشن والامور تكون اتفسرت بشكل غلط؟ ممكن تبقى انكلودنج في الاسلام باي ذا واي. ف استفتي قلبك ولو افتوك، والعلم لما بيدخل مع الدين بيفسره. احنا مخنا متكون من فصين، الفص الشمال والفص اليمين. الفص الشمال ده بتاع المنطق، 1+1=2، ان كل حاجه تتفصص وتتحلل ويوصل للجذور بتاعتها. الفص اليمين ده بتاع الروحانيات، بتاع النظره الكامله، بتاع ان انا مش محمد، انا جزء من الكون، من ربنا. انا عندي 5 صوابع، بس هي ايد واحده متفرعه ل5 صوابع، فاحنا كلنا نفس الحقيقه الواحده، نفس الحقيقه اللي في النص اللي بقول عليها دي، بس اتفرعت باشكال كتيره. ف حتى في الاسلام حصل تحريف. احنا المفروض احنا لما المفروض القران بيتكتب الايه بالحرف العربي من اليمين للشمال، والرقم الايه المفروض يتكتب بالرقم العربي الاصلي اللي هو ال1 2 3، مش ال1 2 3. ال1 2 3 ده سنسكريتي، ال1 2 3 هو ده الرقم العربي الاصلي اللي هو من الشمال لليمين، عشان يتفتح الفصين المخ، الحكمه والعلم. لكن احنا القران بقى بيتكتب بالرقم العربي بالحرف العربي والرقم السنسكريتي، فقفلوا نص العلم اللي بيفسر الروحانيات بتاعت القران. فدلوقتي القران بقى اما ناس متزمته مش فاهمه اصلا هي بتعمل ايه، بتعمله ده ليه، ولو اي حد عمل حركه بس مختلفه عنهم انت كافر وانت مش عارف ايه وبتاع. يا اما النقيض تماما، العيال بقى اللي لسه طالعه جديده اللي هم الحاد وبتاع، لان هم مش فاهمين حاجه. ولما كانوا يسالوا هم صغيرين، الميس قعدت تقول لهم لا في حدود للتفكير، اسكت وبتاع، انت هتكفر ولا ايه؟ فالعيال كبرت مش فاهمه حاجه فكفرت ولا الحدت ولا وات ايفر. فالعلم لما بيفسر الدين اذا عرف السبب بطل العجب. فاتمنى ان الموسم دهوت او البلاي ليست دهيت اللي بتتكلم عن شرح الاسلام بالعلم، ان هي تدي شويه انسايت او شويه معلومات انه الدين ايه اصله، او ايه الفكره من وراه بالعلم يعني. بس فدي كانت اول حلقه بتاعت الصلاه، ومكملين في بقيه الحلقات.